السلام عليكم، رجعت لكم بفيديو جديد. يا رب تكونوا بصحة وخير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. خلينا بالاول نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وطبعا اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تدعموني بلايك حتى تشجعوني اضل انزل لكم فيديوهات. اليوم حبيت اخذكم معي مشوار وافرجيكم كيف اجواء رمضان باسطنبول. هذا المكان اللي رايحين عليه من اول رمضان وانا مشتية اروح. عكتر الفيديوهات اللي شفتها بصراحة هيك جمعت الناس والزحمة والأجواء كتير حبيت، فوالله ما صار لي إلا لليوم. هون بعد ما خفت الشمس شوي تقريبا العصريات لبسنا وجهزنا ونزلنا. طبعا هيك صورت لكم شوية مقتطفات بالمتروبوس. أحلى شي باسطنبول هو المتروبوس، كتير بيخفف عليكم زحمة السيارات والعجقة، ما بتعلقوا بعجقة السيارات أبدا لأنه في خط يعني خاص بالمتروبوس، فالطريق بيكون قدامه فاضي، فحتى يعني اللي عنده سيارات باسطنبول بيعاني من الزحمة فبيصف سيارته وبركب المتروبوس، فكتير مرتاحين نحن في هالقصة. بعد ما طلعنا بالمتروبوس لازم ناخد مواصلة تانية، طلعنا بالترامفاي. كمان هيك صورت لكم كم لقطة. طبعا هدول الشوارع بالمناطق القديمة يعني قريب تقريبا من الأمينونو. طبعا نحن رايحين على آيا صوفيا أو جامع سلطان أحمد، هيك بقولوله هنيك بهالمنطقة يعني، بس هو قريب من الأمينونو. تقريبا ببعد على بيتي تقريبا ساعة وربع، بس للأمانة يعني بتستاهل المشوار لأنه ما حسينا ببهجة رمضان أو هيك أجواء رمضان إلا لما رحنا هذا اليوم. حسينا هيك مثل الأجواء اللي كنا نحسها ببلدنا، الجمعة هيك الناس مع بعضها، شلون لما كنا مثلا نعزم بعض. فوالله كتير أجواء حلوة ونحن هون بالغربة محرومين منها. هون وصلنا على آيا صوفيا. طبعا جوزي حطني هون وراح يجيب إفطار، وشوفوا المكان فاضي لأنه لسه يعني قبل بساعتين كنت تقولوا من الأذان لوقت الأذان وقت الإفطار، يعني كتير زحمة. افطارنا طبعا كان وجبات شاورما عند الشيف عمر. هاي ما أول مرة بنجربه، ومجربينه من قبل وأكله فعلا كتير طيب. ومشان ما يقربني ضميري أكلت سلطة جنبه لأنه يعني صار لي زمان بصراحة أقطع الخبز، بس اليوم لحتى أنه أكلت. بعد ما أذن وفطرنا الحمد لله، هون قمنا صلينا. شفتوا هون في ما شاء الله أكثر من جامع، يعني بين شارع وشارع بتلاقوا جامع، الجوامع جنب بعضها. المهم صرنا هون نتفتل يعني هيك نشوف الأجواء. ما شاء الله كتير زحمة، يعني هلا لقدام شوي هلا بتشوفوا ما في مكان تعدوا يعني من كتر الزحمة. وحتى في ناس انتبهت انه ما صح هلا تفطر على وقت الأذان من كتر الزحمة، يعني ما في مكان تقعد فيه، فاستنوا مثلا لحتى خلصوا عالم قاموا لحتى قدروا انه يحطوا اكل ويقعدوا ياكلوا.
بتعرفوا إنه أحسن شي وأقرب شي للعادات العربية هي تركيا. كثير بيشبهونا وبيهتموا بتفاصيل الدينية، يعني الجوامع بتلاقوها الجوامع كتير بيهتموا فيها بنظافتها. هو بشكل عام كتير بيهتموا بالنظافة، بس يعني الجوامع أكتر بالإضاءة بالزينة، يعني حتى في إنه نسبة منيحة ما بصوموا منهم، بس خلص يعني بمشوا مع اللي بصوموا بعيشوا نفس الأجواء يعني مثلا بتغدوا وقت الإفطار مع إنه هن ما بكونوا صايمينها، بس خلص هيك يعني مثل أخدوها عادي. طبعا هون التصوير رح تلاقوني كتير عم برجل الكاميرا والتصوير ما كتير هيك ثابت، عم بخاف أضيع أنوت، لأني ضيعت ولو حتى دقلي ما رح يلاقيني من كتر الزحمة. فلهيك ما كان تركيزي على الموبايل، كان تركيزي على جوزي وين يعني وين رايح وين ماشي عشان أمشي وراه. أول أيام رمضان كان في مدفع وعند الأذان، ويعني وقت يأذن يضربوا المدفع، يعني مثل إنه عم بحسسوكي مثل أيام زمان، يعني يضربوه مثل عادة يطلع صوت كتير قوي. أنا تحمست إنه أروح، أنا مبالي إنه كل الأيام في، طلع لأ ما في كل الأيام، يمكن بس أول رمضان وما عاد ضربوا لأن الصوت كتير قوي. طبعا هون أنا بس عم بتفرج شو مولاد دوق، لأنه ما بحسن آكل شي من هدول، قطعة حاليا السكريات والنشويات، عاملة مثل حمية، بس يعني مو حمية دايت نظامي، لا باكل من طبخ البيت. طبعا أنا رح أنزل لكم تفاصيل إن شاء الله بس أوصل لنتيجة اللي أنا بدي إياها بالوزن. بعدين على طريقنا رحنا على محلات الألبسة مشان أشوف شغلات لبنوتاتي على العيد. بصراحة ما عجبني، يعني ما بعرف، ما في حل وسط، يا كتير أوفر يا كتير سمبل وبسيط، فأنا بحب هيك يعني ما يكون معجب بنفس الوقت يكون مميز، فوالله ما لقيت شي حلو. هاي سيمفونية كل سنة، كل سنة بنزل على السوق ما بلاقي شي وبرجع على النت. هون تعبنا كتير فقلنا نقعد شوي نرتاح، شربنا كوكتيل وبعدين قمنا كملنا طريقنا، رجعنا على البيت يعني. وطبعا يعني هون كانت الساعة تقريبا كنت تقولوا الساعة 11 12 هيك شي، كتير مشينا وتفتلنا. قلت له يا جوزي معلش خليني شوي اتنفس، لانه نحن بعد الافطار ما عم ننزل ابدا مع البيت، يعني حتى انا التراويح بصليها بالبيت كرمال بنوتاتي الصغار. بس والله يا صبايا هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتوا معي وهيك حسستكم بالاجواء. يا رب هيك تضلوا بخير وبألف صحة وسلامة، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وطبعا لا تنسوني من لايك والاشتراك. يلا سلام.